هتعملي ايه في الصيام؟ لو انت حامل ورمضان قرب بتفكري في اكتر من حاجة عشان تعملي حسابها. بتطمني على حالتك الصحية مع طبيبك الخاص، ولو في ضغط او سكر او مشاكل في الكلى يبقى ممنوع تصومي حفاظا عليكي وعلى البيبي. لو بتصحي بدري في ايامك العادية هنغير الروتين ده وتصحي متأخر شوية عشان ما تحسيش بالجوع والعطش. لو حسيتي بتعب واجهاد في نص اليوم ما تجازفيش وافطري. مهم جدا تحسي بحركة الجنين طول اليوم، لو قلت عن الطبيعي لازم تفطري. حافظي على شرب السوائل باستمرار لأنها مهمة جدا في الفترة دي، وخصوصا الوقت اللي بين الفطار والسحور. الفطار يكون بشكل تدريجي مش على مرة واحدة، وده عشان يكون سريع الامتصاص، وكده هتتجنبي عسر الهضم والشعور بالامتلاء. ومن أهم احتياجاتك الغذائية في الفترة دي عنصر الكالسيوم، وده في منتجات الألبان، وعنصر الحديد وحمض الفوليك. تجنبي شرب المواد المحتوية على الكافيين. اهتمي بشرب السوائل بأنواعها بمعدل كوبين كل ساعتين. زودي من أكل الفواكه اللي بتحتوي على نسبة مية كبيرة زي البطيخ والأناناس. وعشان نهار الصيف طويل بلاش تصومي لو حصل ارتفاع في درجة الحرارة، ويفضل ما تصوميش في الشهور الأخيرة من الحمل. اهتمي بصحتك انت والبيبي وحافظي على الخطوات دي.